في السوق العقاري في شركات كتير بتبيع وفي اعلانات كتير شكلها حلو وبتلمع. لكن هنا الموضوع مختلف تماما. انا مصطفى مجدي، خبره اكتر من 18 سنه في المجال العقاري. من 2007 اشتغلت في اكتر من 10 شركات من اكبر المطورين العقاريين في مصر. هنا هكون صوت العميل اللي بيشتري وبيدور كتير وبيسمع مدح بس، لان احنا هنا مؤمنين جدا ان العميل مش محتاج يسمع احسن ستوري عن اي مشروع، لكن محتاج يسمع الحقيقه حتى لو فيها سلبيات. هنا هكون العين اللي بتنقد، بتفكر وبتحلل وبتركز على القيمة. هنا هندخل جوه ملعب العقارات مع بعض وهنتكلم عن الحقائق اللي هتأثر على قرارك وعلى فلوسك. لو انت من الناس اللي عايزة تاخد قرار بناء على حقائق مش اعلانات كتير، فهنا المكان المناسب ليك. هنا هنخلي قرارك اللي هتاخده قرار ذكي ومحسوب، وهنديك استشارات ونصايح عملية بمنتهى البساطة. هنا المعلومة واضحة وسهلة. سجل معانا وتابعنا عشان اللي جاي أقوى وأجرأ كتير ما تقالش زيه. علامات لو سمعتها او ظهرت قدامك وانت بتشتري عقار لازم تهرب فورا. بمنتهى البساطة يا صديقي العزيز، لما تسمع الورق كله خلصان مستنيين بس القرار الوزاري، اعرف ان المشروع ملوش شرعية قانونية على الارض، مخاطر. احنا معانا اكبر الاستشاريين واكبر الشراكات، طالما ما اطلعتش على عقود شراكة يبقى مجرد اسم على الاعلان عشان يعلي مصداقية. ادفع المقدم دلوقتي والعقد بعدين، فلوس بتحطها مفيش ضمانات ليك ولا التزامات عليهم. الاسعار هتزيد بكره، ضغط مبيعات، مش حقيقه ولا فرصه. هنسلم في ميعادنا، لازم تسال هنسلم ايه، هنسلم مرحله ولا هنسلم مشروع، وهل هنسلم خدمات معاها ولا لا. يلا احجز دلوقتي عشان تلحق السعر، فخ اندفاع مش حكمه. المشروع سولد اوت، فاضل فيه حاجات بسيطه. طب ازاي لسه بتسوق؟ المشروع ده الوحيد اللي هتلاقي فيه الاسعار دي. فخ ادعاء حصري مشكوك فيه. احنا عملنا حفله وشو ضخم وبعنا معظم الوحدات. دليل على تسويق قوي، مش شرط يكون قيمة حقيقية. الحق حضرتك، الأسعار كلها هتعلى. فخ استغلال عدم وجود بيانات معاك ومقارنات حقيقية. أنا مصطفى مجدي، التيم ميت معاك، خبرة أكتر من 18 سنة. دوري إنك تاخد قرار ذكي ومحسوب يحافظ على فلوسك. كلمنا دلوقتي لو محتار تشتري فين أو عايز تعرف القيمة الحقيقية فين اللي تحط فيها فلوسك، وإحنا هنتواصل معاك فورا. السوق العقاري فيه عروض كتير وفيه بدايل كتير وكل يوم في فرصة. مفيش فرصة فاتتك. القرار العقاري محتاج وعي، مش استعجال أو اندفاع أو جري ورا أوهام كتير. أقوم أنا كمان أهرب عشان خاطر في حد بيلاحقني وبيقول لي الحق فخ العمر، قصدي فرصة العمر. سلام. اوعى تشتري عقار قبل ما تعرف الاخطاء والغلطات اللي بيقع فيها 90% من الناس وهي بتشتري. بمنتهى البساطه خليني اوضح لك ان اول حاجه تاخد بالك منها هي سابقه اعمال المطور مش اعلاناته. مش معنى ان كل اللي عنده دعايه واعلانات ضخمه معناه انه ملتزم. راجع سابقه اعمال المطور، تواريخ تسليم مشاريعه قبل كده. تاني حاجه تاخد بالك منها ان مش شرط ان المطور اسمه تقيل او جامد ان هو الاول اللي هينفذ. في مشاريع كتير اتباعت ان المطور اسمه تقيل او على اسم المطور، لكن التنفيذ وقع بسبب ان المقاول ضعيف. تالت حاجه تاخد بالك منها ان الايفنت اللي هتحضره مش معناه ان كل حاجه تمام. حضورك حفله او شو ضخم مش معناه ان المشروع مضمون. ممكن الايفنت يبهرك لكن الحقيقه تكون كامله وواضحه هي اللي هتطمنك. انا مصطفى مجدي، التيم ميت معاك. دوري انك ما تقعش في الغلطات والاخطاء دي، وانك تاخد قرار ذكي ومحسوب يحافظ على فلوسك. اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر غلطه شايف ان الناس بتقع فيها. لو انت محتاج نصيحه او استشاره سجل دلوقتي وابعت لنا واحنا هنتواصل معاك فورا. وخلي خطوتك وقرارك اللي جاي اذكى كتير معانا. اللي جاي هيكون اقوى واجرأ كتير وما تقالش زيه. يا صباح الخير، كلنا اكيد تابعنا قرار تخفيض سعر الفايدة. تعال نفهم بمنتهى البساطة جدا يعني ايه الكلام ده وهيأثر على ايه. اول حاجة ان الفايدة على شهادات البنك هتنزل. يعني الناس اللي حاطة فلوسها شهادات هتبدأ ان هي تطلع فلوسها وتبدأ تدور على بدايل او استثمارات بديلة تبدأ تجيب عائد اكبر. طبيعة الناس ان هي بتتجه في الحالة دي لحاجة من الاتنين بناء على حاجات مكررة وحاجات حصلت زي دي في اكتر من مرة، وهي يا اما الذهب يا اما العقار. نيجي لنقطة الذهب. الذهب الناس ممكن تروح له خصوصا ان في ارتفاع قوي جدا في الذهب، لكن مش كل طلوع في الذهب بيبقى فرصة. الذهب ممكن يطلع بسرعة لكنه بيتهز بسرعة. واوعى تكون من الناس اللي بتخش تشتري ذهب عشان خاطر الناس كلها داخلة تشتري، لان ده اخطر وقت ممكن تشتري فيه. نيجي بقى للنقطة التانية وهو العقار. انا من وجهة نظري ان اكتر قطاع هيستفيد من القرار ده هو القطاع العقاري. بس خد بالك، مش معنى كده انك تشتري في اي مشروع وخلاص. المطور والمشروع اللي هينجح هو اللي هيراجع تسعيره كويس جدا وهيقدم عرض حقيقي مش مجرد شو واعلانات مكررة. الفرصة في المشروع اللي هيقدم توازن بين سعر واقعي قدام القوة الشرائية اللي داخلة دلوقتي، لان احنا معتمدين بقالنا كتير على القوة الشرائية اللي بره البلد. في فرصة حقيقية دلوقتي في وجود قوة شرائية هتتولد مع خفض سعر الفايدة اللي هتحصل فيها خروج اموال كتيرة جدا من الشهادات في البنك للاستثمار سواء في الذهب او في العقار.
ركز بقى كويس ان كل ده ملوش علاقة بالدولار، لان السوق بيتحرك بناء على عوامل داخلية بحتة. يعني ايه الكلام ده؟ ان الخفض السريع على الفوائد ممكن يضغط على سعر الجنيه، لان الطلب هيرتفع، هيترجم ده لحركة اسرع وزيادة اسعار، مع قلة التدفقات النقدية اللي داخلة من العملة الأجنبية من بره. فممكن المركزي ياخد قرار في الاتجاه المعاكس ونرجع لنقطة الصفر تاني. طيب دلوقتي في فرصة حقيقية اللي عايز يشتري والمستثمر ان هو يحط فلوس دلوقتي قبل ما يحصل تضخم او يحصل زياده في الاسعار او حركه في السوق زياده. تاني حاجه، الناس كلها اللي شغاله في المجال العقاري تقدر ان هي توجه الناس كلها اللي خارجه من البنوك تجاه العقار الذكي، ومش اي مشروع وخلاص. العقار الذكي والمطور الذكي اللي هيقدر يواجه القوه الشرائيه دي بتسعير ذكي وبقيمه حقيقيه هيقدمها. القرار اللي حصل فتح فرص وكشف مخاطر، واللي هيوازن صح هو اللي هيسبق. انا مصطفى مجدي، ودي كانت نبضة السوق النهارده. صباحكم كله رزق.